أهلا وسهلا بكم. معاكم دينا من بودكاست من ورا المراية. هو ربنا ليه بيعمل معايا كده؟ دي من أكتر الجمل اللي بنقولها واحنا قاعدين لوحدنا، لما بيحصل معانا مشاكل كتير جدا ورا بعض، أو بيحصل معانا حاجة بتوجعنا قوي، وسط خيبة أمل بتحصل بعد صدمة، بعد انهيار. بنقول لنفسنا أو بنقول للي حوالينا دي ربنا بيعمل معايا كده. ساعات بيحصل حاجات احنا مش فاهمينها، زي مثلا شخص عزيز مثلا بيتاخد مننا، أو حلم كنا بنتمناه وضاع، مرض من غير نتيجة، مش شايفين، ابتلاء طول معانا مش فاهمين برضه هو ليه لسه مطول لحد دلوقتي، رغم ان احنا بندعي ربنا انه يرفعه عننا. خذلان من حد مثلا كنا بنثق فيه ونسأل ليه انا بالذات مثلا. بس الحقيقة اللي بيحصل معانا ده حاجة مش عشوائية، هو حاجة مش عبث. ربنا ما بيعملش معانا ده عبث. ربنا مش بينزل بلاء علشان يعذبنا بيه. هو مش بينسى ولا بيتلخبط ولا بينسى عمر، طبعا دعوة حد دعاها له، وبيشوفنا واحنا بنتوجع، وعلى كل وجع احنا بنتوجعه بناخد عليه ثواب. كل حاجة محسوبة بدقة. هنا مثلا نشوف الموضوع كده بصورة تانية. لو عندنا مثلا لا قدر الله حد تعبان دخل عمليات، حد قريب مننا، او احنا مثلا نفسنا مرينا قدر الله حد عمل عملية جامدة، واحنا داخلين العمليات احنا بنبقى واثقين قوي في الدكتور اللي احنا داخلين فيه معاه ده، واثقين، سألنا طبعا عليه قبل ما ندخل، عارفين الدكتور ده شاطر جدا وان العملية ان شاء الله يا رب هتنجح. بنبقى طبعا داخلين واحنا خايفين، بس احنا واثقين في الدكتور ان احنا هنقوم من العملية دي احنا الحمد لله كويسين. عملية قلب مفتوح مثلا لا قدر الله، الدكتور بيفتح وبيعمل حاجات واحنا مش فاهمين هو بيعمل ايه، يعني ما بنبقاش فاهمين. هو عمال يفتح ويقص ويشيل حاجات ويحط حاجات ومش عارفة ايه. هل حد فينا او حد مثلا من اللي معانا لو شاف كان مع حد مثلا في العملية او كده وشافه، هل حد يقدر يسأله وانت ليه بتعمل كده؟ طب انت كده دي ممكن اموت مثلا لو انا يعني بسبب مثلا اللي انت بتعمله ده، يعني اكيد لا. محدش فينا هيقدر ان هو يسأله ويقول له انت بتعمل ايه ليه، لان احنا واثقين، هو هنقول لنفسنا هو فاهم هو بيعمل ايه، هو فاهم شغله. وبنبقى عندنا يقين تام طبعا ان هو هيشفينا، يعني ان ربنا هيشفينا، لان الدكتور ده كويس. وبنبقى عارفين ان هو بيعمل كده، الدكتور ده بيعمل كده علشان يشفي، مش علشان يعذبنا. لما بيعمل العملية دي وبيقصه وبيحطه مش عارفة ايه، نبقى عارفين ان هو بيعمل كده مش عشان احنا نتعذب، علشان نقوم بخير. ولله المثل الأعلى. ربنا أحن وأعلم بينا من أي دكتور، وأعلم بينا من نفسنا. ربنا لما بيبتلينا الابتلاء مش عشان نتوجع، مش عشان يوجعنا، عشان نقرب منه أكتر. بيكون شايف حاجات قدام احنا مش شايفينها طبعا. الجنة يعني علشان نوصل لها هي حاجة كبيرة قوي. احنا بنصلي وبنصوم وبنطلع صدقات، بس مش ده كفاية علشان ان احنا ننتقل نقلة نوصل بيها الجنة. ده مش كفاية. صلاتنا يعني طبعا كل واحد اللي بينه وبين ربنا محدش يعلم عنه شيء، ولكن احنا في ناس مثلا، يعني انا من الناس مثلا اللي لما باجي اصلي اوقات بسرح، يعني اوقات وناس كتير جدا كده لما بتيجي تصلي مثلا صلاتنا مش يعني بنتمنى يا رب من ربنا ان هو يقبلها، لان احنا طبعا اكيد ما بنبقاش قاصدين ان احنا واحنا واقفين بين ايدين ربنا ان احنا نسرح مثلا او كده. اللي بيبقى تعبان وبيصلي وهو قاعد، كل دي صلوات
احنا بنتمنى من ربنا يا رب انه يقبلها. كل ده ومش ضامنين، يعني احنا مش ضامنين طبعا ان صلاتنا مقبولة، مش ضامنين حاجات كتير، وبنعمل ذنوب. مع كل ده ربنا لما يدينا ابتلاء كبير، ابتلاء ورا ابتلاء، عشان يرقينا ان احنا نستاهل مكانتنا في الجنة. لما بندعي دعوات ربنا يمكن شايف انه الخير مش في اللي احنا بندعيه، يمكن ما ناخدهوش في الدنيا، ناخده في الاخرة حاجة كبيرة. مع الابتلاء اللي احنا مبتليينه، ومع الدعوات اللي بندعيها وربنا ما استجابهاش، كل ده ترقية من ربنا لينا عشان نستقبل مكانة أعلى، مكانة مش هنعرف ناخدها بالصلاة وبالصوم وبالدعاء، لأنه ده لأن الجنة يعني مكانتها تستاهل ابتلاءات كتير قوي عايشينها صعبة علينا ان احنا نستحملها. شايفين الابتلاءات زي فقد حد، زي حاجات كتير قوي في حياتنا صعبة علينا، وشايفين ان احنا بجد مش قادرين نستحملها، وربنا عالم وعارف ان هي كتير، يعني فوق يا ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا ما بيديش لحد حاجة وما بيبتديش حد ابتلاء غير وهو عارف ان هو قده وهيشيله، وشايف انه يستاهل انه يدخل الجنة، عشان كده بيبتليه بالابتلاء ده عشان يرتقي بالابتلاء ده. الابتلاء في ابتلاءات بتبقى نقمة على صاحبها ونعمة على صاحبها. امتى الابتلاء ده بيبقى نقمة على صاحبه؟ الابتلاء عمره ما كان نقمة، لكن احنا اللي بنحدد اذا كان يبقى نقمة ولا نعمة علينا. احنا اللي بنحدد اذا كنا احنا قادرين ان احنا نستفاد من، يعني الانبياء كلهم ابتلوا، كلهم مبتليين، لان هم في مكانة عالية جدا عند ربنا، فمش كل اللي مبتلي ربنا مش بيحبه. فخلينا بقى نرجع للحتة اللي كنت بقولها، انه امتى الابتلاء يبقى نقمة ونعمة على صاحبه. وبرضه عشان اوضح النقطة، الابتلاء عمره ما كان نقمة، عمر ما ربنا نزل الابتلاء علشان يأذي او يتعب صاحبه، لأ، هو بينزله عليه رحمة من حاجات كتير كان ممكن يشوفها اوحش من الحاجة اللي نزلها عليه. امتى يبقى نقمة؟ لما بنرفضه، لما بنغضب عليه، لما نكفر ونحقد ونكسر كده حاجات جوانا، انه ربنا ما بيحبناش، ربنا مش راضي عننا. اوقات كتير ما بنصبرش، يعني انا من الناس اللي مش صبورة عامة، يعني انا اصلا من الناس اللي ما عندهاش صبر. ومش هقول ان انا لما نزل عليا مثلا، لما ابتليت كنت بقول دايما الحمد لله او انا صابرة، لأ، اوقات كتير جدا جدا كنت بقول انا مش قادرة، خلاص انا مش قادرة اصبر اكتر من كده، خلاص انا تعبت. اوقات كتير جدا زي اي حد في الدنيا، لما خلاص الدنيا بتعمل عليه يعني لما بيتخنق بقى خلاص ده بيحصل. بس الفكرة بقى هنا في ان انا ارجع على طول، ولا انا افضل فاكرة ده وماشية فيه. اعرف حد كان ابتلاء، الله اعلم يعني الابتلاء ده كان عليه عامل ازاي، او هو كان بيمر بايه،
انا معرفش، بس هو وصل لمرحلة ان هو شاكك اصلا انه في ربنا. هل في ربنا فعلا؟ وهل في احنا بندعي لدرجة ان هو راح لشيخ علشان يفهم فعلا هو ده صح ولا لا، من كتر ما هو بقى شايف انه بيدعي بحاجات كتير قوي وربنا ما بيستجيبلهوش، وانه بيحصل له حاجات وحشة كتير. طب ليه؟ اتجه بقى اتجاه تاني خالص، يعني طبعا اكيد يعني اتجاه ما يرضيش ربنا خالص. يعني هو هنا بقى اللي انا بتكلم فيه، احنا بنحدد الابتلاء ده هيبقى علينا عامل ازاي، نقمة ولا نعمة. لما نوصل لمرحلة ان احنا خلاص نكفر بربنا، يبقى احنا كده يعني خلاص وصلنا لمرحلة انه لما هوصل لمرحلة ان انا هصلي ليه، ما انا اصلا بصلي وانا ما فيش حاجة بتحصل، انا بدعي وما فيش حاجة بتحصل. هو هنا بقى اللي بيحدد هو نعمة ولا نقمة عليه. نعمة لما اخده بان انا ابقى متأكدة ان ربنا بيعمل لي الخير، زي ما انا ببقى متأكدة ان انا وانا تحت ايد الدكتور ده انا هطلع من تحت ايده كويسة، ولله المثل الاعلى. انا هطلع من تحت الابتلاء ده اللي ربنا ابتلاهوني كويسة. ولو هفضل طول عمري عايشة بيه، ربنا اراد ان انا افضل طول عمري زي اللي لا قدر الله يا رب بيبتلي مثلا بمرض كانسر مثلا، ربنا اراد كل ده ترقية ليه. ربنا عايز يحطه في مكانة هو شايف انه هو ما يستاهلش المكانة دي غير بالابتلاء ده، علشان يبقى في مكانة حلوة قوي عند ربنا، مش هيستاهلها غير بابتلاء زي ده. ابتلاء مش هيقدر ان هو بصدقات يوصل له، ولا بصلاة او بصوم احنا بنعمله هيوصل له. امتى هيخلص دي حاجة احنا ما نعرفش عنها حاجة، وما نقدرش ان احنا نسأل دايما، وملناش ان احنا نقول دايما امتى يا رب وليه يا رب. لما بنتعب والدكتور بيدينا روجيتا علاج نمشي عليه مدة طويلة، هل احنا بنقعد نسأله كل شوية؟ بنقعد نسأله مثلا هنمشي عليه قد ايه، خلاص هو بيقول لنا المدة، ما بنتكلمش، ما بنقعدش نقوله ليه، طب وامتى، طب ومش عارفة ايه. خلاص انا باخد العلاج، انا عارفة ان انا تعبانة بالمرض الفلاني، وهفضل اخد العلاج ده عشان الدكتور قال لي اني مش هخف غير لما اخد العلاج ده، هفضل اخده مثلا لفترة ما. فبرضه للمثل الاعلى الابتلاء ده هيروح امتى ربنا هيرفعه عننا، دي حاجة بتاعته، و... ونمشي فيه ازاي عشان ربنا عشان ان احنا انه يرقينا، يرفعنا في المكان اللي ربنا حاططنا فيها من ورا الابتلاء ده، ان احنا ندعي ونصبر عليه، نصبر عليه حتى لو بالسنين. ساعات بنقول لما 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 بجد ان احنا بنحزن قوي، ويعني ساعات استغفر الله ناس فعلا ثقتها في ربنا بتبقى تكاد تكون زيرو فعلا. فربنا هنا بقى بيشوفنا انت واثق فيا ولا لا. وهي دي مشكلتنا، ان احنا عشان يعني لما حطيت مثل الدكتور، يعني احنا شايفين الدكتور قدامنا، ربنا احنا مش شايفينه. فهنا المشكلة، لازم نثق ثقة عامية بان احنا ربنا موجود ايا كان، حتى لو احنا مش شايفينه ربنا موجود، ربنا هيعالجنا وهيطلعنا من اللي احنا فيه. وكمان عايزة يعني حصل معايا حاجة كده من فترة،
ان انا كنت نازله شغل، والشركه اللي انا كنت نازلاها دي انا كنت عايزه قوي انزلها، يعني كنت حابه ان انا اشتغل فيها. فتعبت وانا نازله، يعني وانا نازله قبل ما انزل على طول انا تعبت، ما قدرتش ان انا انزل وبتاع. فما قدرتش ان انا اكلمهم طبعا تاني او ان انا اروح تاني عشان ما اتكسفت يعني كده. ف اتضايقت بقى بعدها جدا ان انا ما نزلتش، وقعدت كده ويئست فعلا. اليوم ده كنت متضايقه قوي، يعني كنت متضايقه جدا يوميها، وقعدت بفكر هعمل ايه. وبعدين انا كمان ما عنديش بقى طاقه ان انا انزل اعمل كذا انترفيو تاني ويتقبل او لا، او مع يعني وقتها ما كانش عندي خلق ان انا اعمل ده. فقلت ايه خلاص، انا كان الكلام ده قبل العيد. فبعدين قلت ايه خلاص، انا هستنى كده بعد العيد وهشوف مثلا لو هكلمهم تاني او كده، وهشوف ايه انا هعمل ايه. لان فعلا ما كنتش حابه ان انا، يعني ما كانش عندي زي ما قلت لكم خلق ان انا ايه انزل ادور اصلا تاني، ان انا اقعد ادور تاني او ان انا ابعت السي في بتاعي تاني وانزل بقى اعمل انترفيوهات ومش عارفه ايه. فقلت خلاص انا شوف كده انا هعمل ايه، ممكن بعد العيد اللي هو ايه اكلمهم تاني. ففي اليوم ده وانا متضايقه وكده في موضوع الشغل ده، فكرت وقتها ايه في البودكاست. يعني جه فعلا وانا قاعده متضايقه كده ويأسه، وفكرت في وقتها ان انا اعمله. فعملته بدون اي ترتيب، من غير اي حتى مش فاكره، يعني حتى ما قعدتش رتبت انا هتكلم على ايه او ايه المحتوى اصلا. لقيت نفسي بعمل بقى كده وخلاص. فبعدها فاتلهيت فيه بقى، يعني اتلهيت فيه، وحتى كمان ما قعدتش رتبت هكلم الناس امتى عشان انزل وبتاع. اتسحلت فيه. بعدها بقى ايه، لقيت ناس يعني بالصدفة كده. انا كنت بتكلم، كانت ناس كنت شغالة معاهم بقالي مثلا سنة، ومن سنة كده وحصل ظروف كده يعني، وحصل بينا تاتش وبتاع وقعدت، يعني ما كملتش معاهم. فرحت اشتغلت في مكان تاني. المهم فحصل بقى انه بعد العيد آه حصل بينا كلام، وقالوا لي ايه ان انا ارجع. يعني الكلام ده لسه حاصل من يومين مثلا، وقالوا لي ايه ان انا ارجع. فبجد يعني ان انا، يعني هم قعدوا يقولوا لي كلام حلو، يعني اللي هو انا قصرت فيهم، وانه يعني سبت فراغ عندهم ومش عارفه ايه، وان ان هم حابين ان انا ارجع وكده. فاتبسطت قوي بالكلام اللي هم قالوه لي. حسيت ان ربنا كانه يعني بيراضيني ان انا ساعة ما تعبت وما قدرتش ان انا انزل، انه كان حاجة غصب عني، كنت فعلا حابة قوي ان انا انزل الشركة دي. فقلت حتى لو انا مش هنزل معاهم او كده، بس يعني حسيت ان ربنا كان بيراضيني. واتبسطت بصراحة ان انا بحب الناس دي جدا، وكنت حابة ان انا يعني ارجع اتواصل معاهم حتى تاني، حتى لو ما كنتش هرجع يعني الشغل. فحسيت ان هم يعني ان هم ايه، يعني اتبسطت ان هم رجعوا، ان احنا اتكلمنا يعني تاني وكده، وان هم فكروا ان هم يرجعوني تاني الشغل معاهم وبتاع. فحسيت انه شفت ترتيب ربنا عامل ازاي، اللي هو انا وقتها الشغل اللي انا كنت حابه قوي ان انا انزله، وانا اصلا ما كنتش شايفه كان ممكن مثلا ان انا انزل وما ارتاحش، يعني دي حاجه انا حباها وعايزاها. فما حصلش نصيب. يعني دي تدخل بقى من عند ربنا، انا تعبت وما نزلتش. فربنا ممكن يكون اكيد، هو مش ممكن، هو اكيد حماني من حاجه مثلا كان ممكن لو نزلت اتعب اكتر، او ممكن مثلا لو نزلت ان انا ما اعرفش اتاقلم، تحصل حاجه تضايقني او ايا كان. هو حاجه فاتت حاجه، ده اكيد. بعدها مشي موضوع، يعني اتفتح موضوع الشغل بطريقه، يعني شغل تاني بطريقه مش مترتبه تماما، وناس انا اصلا كنت قاطعه علاقتي بيهم. فدي كانت حاجه كده صغيره يعني عن لما الواحد يكون يائس فعلا من رحمه ربنا. يعني لا طبعا ما ينفعش ان احنا نيأس ابدا من رحمه ربنا. لازم نبقى شايفين انه ايا كان الحاجة اللي ربنا هيعملها لنا هي خير، احنا مش شايفينه دلوقتي بس اكيد
هنشوفه قدام. يا رب اكون ما طولتش عليكم وقدرت ان انا اوصل الحاجة اللي انا يعني عايزة اوصلها وبس. وكان معاكم دينا من بودكاست من ورا المراية. باي باي.